النهاردة رابع حلقة من سلسلة في حب الفنانة المحترمة جدا وفاء عامر. والآن مع فقرة المرقعة مع هوس. يلا فرجيهم يا فوفا. معايا يا فوفا. حبيبي قمر على ريق النوم. وانت قمر والباقي حبيبي قمر على ريق النوم. وانت قمر والباقي. ايوه يا بلاتشي. اهدى. حقا انها الفنانة المخضرمة المحترمة وفاء عامر. فيلم صمت الخرفان، وصمت الخرفان ده في حد ذاته افيه، المفروض يعني انه افيه. الفيلم ده اتعمل سنة 95 بيسف على فيلم اتعمل سنة 91 اسمه صمت الحملان، فالمفروض ان احنا نضحك. ايه يا جماعة ما بتضحكوش ليه؟ ايه يا فوفا ما بتضحكيش ليه؟ سمعينا ضحكتك الحلوة. بطولة أحمد آدم، صلاح عبد الله، حنان شوقي، وفاء عامر، حسين الشربيني، حسين الإمام، محمد شرف، والمطرب سامي علي. لا ما شاء الله واضح فعلا ان شكله مطرب. التأليف نشل قصة الفيلم الأجنبي وكمان مش عارف يسف عليها حلو، أما الإخراج فغالبا لمخرج كباريهات قد الدنيا. والله ده بالكادرات اللي أنا شفتها جوه الفيلم. ندخل في القصة مع الاعتذار عن كلمة قصة. دكتور عمل اختراع سبراي ترشه على جسمك يمنع الرصاص انه يخش فيه. صاحبه طلع زعيم عصابة خلص عليه وسرق الاختراع ده هو وعصابة. ابنه احمد ادم بمساعدة حنان شوقي المساعدة بتاعته واخوها صلاح عبد الله بيحاولوا يدوروا مين العصابة اللي عملت كده، وما يعرفوش ان حسين الشربيني صاحب ابوه هو اللي عمل كده. طبعا هتقول لي طيب فين وفاء عامر بقى في القصة دي كلها؟ لا هم كلهم كانوا محشورين في منطقة الاختراع والرصاص. مدام وفاء بطولها كانت محشورة في منطقة الصاروخ. والله ما بهرج، كل مشاهد الفنانة وفاء عامر في الفيلم ده تنقسم لحاجتين، يا رقص يا بوس. خلونا نبدأ الأول بمشاهد الرقص. كل مشاهد الرقص ما فيهاش رقص، مش قصدي ما فيهاش رقص، لا ما فيهاش رقص، الراس مش موجودة. كل الكادرات مركزة على مناطق مختلفة جدا، يا شيست، يا عضلة خلفية، يا عضلة أمامية، يا سرة. نادرا لما الكادر كان بيجيب الوجه، يعني تحس ان المخرج وهو بيصور الرقصات بتاعتها كان بيتبع مبدأ واحد، شغال لي يا ابني الاضواء وركز لي على الاعضاء. يوه يا مدام وفاء ما كنتش عايز اذكر لك كلمه اعضاء اليومين دول عشان عامله لي كلبش. ده من زمان بقى موضوع الاعضاء ده، هي بس بتختلف المسميات، يعني النهارده بيع وشراء، زمان كان تحريك ولهلبه. هو صحيح المخرج كان في كل الرقصات بيركز على الاعضاء، ولكن للامانه كان في منطقتين اتنين كان عليهم التركيز عالي جدا، منطقه الامبوله ومنطقه الفخدوله. وهنا نفهم ليه عادل امام اختار مدام وفاء عامر في فيلم الواد محروس بتاع الوزير شاف الامبوله هنا، ونفهم ليه برضه في فيلم بيتزا بيتزا اختاروا مدام وفاء عامر لانهم شافوا الفخدوله هنا. بجد كميه تركيز على اجزاء انا مش فاهم ليه، وتركيز نص تحت ليه، كانه بيقول لنا يلا يا جايز اتفرجوا على المطايب. يعني من لذة وطاب. مالكش في الحاجات دي ليك في الفخذ؟ ماشي، تعالوا يا ولاد اتفرجوا على الفخاد. كل بقى الكادرات والكلوزات الشمال دي لازمتها ايه؟ هو اساسا دور وفاء عامر لازمته ايه في القصه؟ اساسا القصه لازمتها ايه؟ دي مش قصه، بس لو حتى هنعتبر ان دي قصه، ايه لازمه وجود رقاصه في الفيلم؟ وليه الرقاصه اصلا تبقى وفاء عامر؟ انا مش عايز اتكلم كل ده عن دكتور الدايت اللي انت ما رحتوش يا مدام وفاء قبل ما تصوري الفيلم ده والرقصات، بس حتى لو هنصور رقصات ليه انا اركز على مناطق مش مظبوطه؟ صراحه هنا لازم احترم المخرج لانه عرف كويس قوي يستغل الثروه الملبنيه اللي معاه، وكان راجل ذكي. لك احنا كده كده القصه ضايعه وكل حاجه ضايعه يبقى نروح لده، وعلى راي المثل طالما نزلنا للوضاعه يبقى لازم نعرض البضاعه. يوه يا مدام وفاء ما كنتش عايز اجيب لك سيره البضاعه دلوقتي لانها برضو عامله لي كلبش مع ام مكه. وبعدين بقى لما تتفرج على مشاهد الرقص دي، مش مشاهد رقص، دي مشاهد رقص البر. انا مش شايف اي رقص عدل، ده مجرد واحده عماله تتنطط عشان رجلها متلسوعه من الرمله السخنه. بصرف النظر ان انا ضد فكره الرقص في الافلام، بس في الفتره دي كان معمول فيلم اسمه الراقصه والسياسي، كانت نبيله عبيد عارفه ترقص، بصرف النظر ان انا ضد المشاهد الخارجه اللي فيه. طيب نسيبنا من طريقه الرقص ونسيبنا من كادرات الرقص الكلوز اندر، نخش بقى في الكلمات. ايه بقى الكلمات المحترمه اللي مدام وفاء عامر كانت بترقص عليها وحست ان هي دي اللي هترقصها؟ انت يا بنت يا سنت انت فينك من زمان يلي كلك مليان حنان، وده حق بقى مقى سقى هيجيب لي الجنان. لا انت يا بتاع الهس بس حد يسيب البريم ويركب في السيبانسة.
ده ايه بقى الكلمات دي؟ كلمات اغاني ولا دي تعويذه تحضير الجن؟ مش الجن العاشق، الجن الراشق. انا فهمت ليه بقى طول الاغنيه دي وهي شغاله كلوز على الامبوله، لان هو ده فعلا ده اللي يطلع منها، مجرد مفيش اي كلمات ولا في اي غنى، مع ان انتوا ما شاء الله معاكم مطرب يعني شكله بيقول ان هو مطرب جدا، ولكن للامانه عشان ما اظلمش الكلمات فيها بعض الجمل الواقعيه. يعني مثلا هو في النص بيغني لوفاء عامر فبيقول لها في حبك خسيت النص وانت مقلوظ وبتسمن، وده ملوش علاقه خالص بدكتور الدايت اللي مدام وفاء ما راحتلوش. ده غير كمان ان هم في النص مش عارف هس بس وجبنا 7.5. عتابي على اللي كتبوا الكلمات. 7.5 الاغنيه دي تستحق 10. وفي بقى كوبليه هي وفاء عامر بتغني وبتدلع بتقول له انا وانت لا ما اقدرش اصل عيونك ما طمن. يعني الجمله دي ما تطلعش غير من واحده قاعده مع زميلها في الشغل بعد ما كل الناس مشيت، وهو بيقول لها ما تيجي تروحي معايا على البيت عشان تزوري امي الله يرحمها. تقول له لا انا وانت لا ما اقدرش اصل عيونك ما طمنش يا بنت تعالي. لا عيونك ما طمن. خلاص هاجي بس بشهر تقعد باحترامك. ده انا هحترمك احترام. خلصنا بقى مشاهد الرقص، نخش بقى في مشاهد البوس. كميه مشاهد ومش مبرره. تاني لو البوسه مبرره انا ضدها، بس جت في السياق الدرامي. لكن ده مثلا في مشهد هي قاعده مع حسين الشربيني وحسين الامام، الاثنين بيتكلموا وهي ساكته، بعدين حسين الشربيني بيقول لحسين الامام بص كده الناحيه الثانيه، بيبص بيروح نازلين بوس مع بعض. طب ده ايه لازمته او اهميته دراميا غير ان هو فعلا كان عايز يبوسها؟ ده بعيدا عن التصوير. والله دي المشاهد اللي انا ينفع اعرضها. يعني في مشاهد تانية انا ما اقدرش اعرضها لان لو عرضتها لكم هتيجي كميه عشرات من الناس ينتقدوني في الكومنتات. بس انا مش عارف اعرضها لكم، بس ممكن اوصفها لكم، وهوصفها بطريقه الاغنيه المحترمه بتاعت الفنانه وفاء عامر. بوسه قطه زقه مقه هقل اي ماء ودخلنا الاوضه نهق نمق نلحس باللسان. طبعا هو عشان ما ابقاش ظالم هي كل كادرات الفيلم لتحت، يعني مش بس مدام وفاء عامر، لا كله في اي كباريه في اي حاجه كادرات تحت والهدوم طالعه لفوق. ما غالبا اللي قاعد على الكادر ده ركبه تعبت من اللي بيشوفه من مدام وفاء، فالكاميرا هبطت معاه. حتى الصوره الكواليتي بتاعها تحسه رديء جدا، رغم ان برضه في فتره التسعينات كانت في افلام زي الراقصه والسياسي كادر شكله نظيف، بس هنا تحس الصوره منغبشه عليها سائل عليها لبن. هل بقى كل المليطه عليه ضحك كويس؟ يكفيني اقول لك ان افلام احمد ادم اللي هي المفروض ما بتضحكش بالنسبه للفيلم ده تعتبر كوميديا الكوميديا. يعني يمكن انا بالنسبه لي المشاهد الوحيده اللي ضحكتني هي مشاهد رقص مدام وفاء عامر. ليه نختار وفاء عامر في دور رقاصه؟ السيناريو بقى عبط العبط. في مشهد حنان شوقي ووفاء عامر بيتخانقوا، بتقول لها ايه ده انت ما بتموتيش ليه؟ بتقول لها انا البطله ما بموتش. ايه يا جماعه ما بتضحكوش ليه؟ ما بتضحكيش ليه يا مدام فوفا؟ ودلوقتي جينا لمرحله التقييم. كعاده كل افلام الفنانه وفاء عامر لازم بنديها 10، بس بما ان هي هنا كانت طالعه في دور رقاصه وغرقتنا بالغنى فانا هديهم التقييم بطريقه الغنى. لا انتوا تاخدوا مني صباع في النص، ولو فتحت لساني ليكوا انا هرص. مدام وفاء عامر هي كل افلامك كانت كده. الفيلم ده كله طالعه دور رقاصه، فيلم بيتزا طالعه واحده بتشقط واحد، فيلم يا تحب يا تقب طالعه خدامه مش مظبوطه، في جزء تاني من يا تحب يا تقب برضه نفس الخدامه دي هي بس اختانت، فيلم اسمه تحت الربع بجنيه وربع طالعه بتشقط البطل. وافلامك التانيه واحد اسمه ديسكو وواحد اسمه رحله مشبوهه، انا خفت ادخل فيهم ركبي مش مستحمله. بس طبعا يا جماعه بلاش نظلمها، هي دي الادوار اللي كانت بتتعرض عليها والمخرجين هم اللي حاطينها في الحته دي. المخرجين زنقني كده. نفس السؤال اللي هساله فين نقابه المهن التمثيليه وده تاريخها؟ بناء عليه قلتوا ان هي دي الفنانه المحترمه الموهوبه التي اسرت السينما المصريه، وهي شخصيا ما طلعتش اتبرأت من الحاجات دي، بالعكس ده انا شفت لها لقاء مع لميس الحديدي بتتكلم قد ايه انها مبسوطه انها خدت فرصه قدام عادل امام. هي بس قفشت على شيخ الحاره لما قال لها محاميها عشان عارفه ان هو هيفتح لها في حاجات زي بتاعه مروه بنت حسني مبارك. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، انا عارف احنا طولنا شويه في سلسله وفاء عامر والناس بتسال فين مدام رانيا، جايين لها بس نخلص بس من وفاء. عارف والله بعد سلسله وفاء دي احنا محتاجين نعمل حمله تنظيف، جماهير العطشانه ركابها محتاجه صيانه. هترجع في القناه هتلاقي في سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام عربي او اجنبي قديم او جديد، في سلسله تانية تقييمات زي اللي بنعملها النهارده لافلام او مسلسلات جديده او قديمه عربي او اجنبي، وفي تريلرز لحاجات لسه هتنزل. لو الفيديو عجبك ابعت تنشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته. ونختم دلوقتي بالكلمه بتاعتنا هلا هو ابق التق السق غوروا انتوا كمان. الفريق باظ بسببك يا مدام وفاء، غوروا.